كل عام وانتم بألف خير بمناسبة السنة الجديدة. بهذا الفيديو راح نخطط للعام الجديد 2023. هذا الدفتر اللي اخترته لتخطيط هذا العام وجبته من موقع نوت بوك ثيرابي. كتير عجبني لونه وتصميمه، فقررت أعمل التخطيط السنوي بثيم بيشبه شكل الدفتر من الخارج. اخترت اللون الخمري إنه يكون اللون الأساسي لهذا التخطيط، وراح أستعمل مجموعة من الألوان من مجموعة كرايولا سوبر تيبس، وقلم تومبو فودونوسكي راح أستعمله للرسم. لون الدفتر الخمري وأشكال المشروم ذكرتني كتير بأجواء الخريف، فهذه الأجواء اللي راح تكون موجودة بهذا الثيم. أما بالنسبة للرسومات، فحسيت أنسب رسومات لهذا الثيم هي الرسومات اللي بتشبه القصص القديمة السحرية، مثل قصص الأميرات وقصص الجنيات وقصة ليلى والذئب. لون الدفتر الخمري كتير بيذكرني بقصة ذات الرداء الأحمر. الرسمة اللي رسمتها هون هي عبارة عن باب بشكل دائري، ورسمت حواليه قطع صغيرة من الحجارة، وعلى جوانب الباب رسمت مشروم وأزهار وأوراق. حوالين الباب رسمت أشكال مشروم وأزهار وأوراق شجر. هاي الرسومات جدا سهلة، ودايما بحب أعمل رسومات سهلة في التخطيط السنوي عشان يكون سهل على الجميع. وبما إنه ثيمنا سحري، فاخترت اقتباس سحري بيحكي Trust the magic of new beginnings، يعني ثق بسحر البدايات الجديدة. في كتير أشياء جديدة علي حابة أعملها السنة الجاي، ولأني دايما بخاف فهذا الإشي مرات بخليني ما أنجز ولا إشي على الإطلاق. هذا الإشي صار معي السنة الماضية، وهاي السنة حابة إني أتشجع أكتر وأنجز أشياء أكتر خارج منطقة الراحة. هون كتبت 2022 على كرتونة بقلم ذهبي، بس بعدين رح أغيرها للون أسود لأنها ما كانت واضحة بالذهبي وما عجبتني. الصفحة اللي بعديها رح أزين الزوايا بأشكال اسمهم فلوريشز، وهم هاي الأشكال العشوائية والمقوسة زي اللي بتكون موجودة في القصص. واخترت في رسمها قلم ذهبي، بس إذا ما عندكم تقدروا تعملوهم بقلم أسود. كل ما عملتوا أكتر من هاي الأشكال كل ما صارت أسهل، ولكن بفضل دايما تعملوها بقلم رصاص لأنها ممكن بسهولة تخرب. بوسط الصفحة رح أرسم شخصية هاموستا، وهاي المرة رح أعملها لابسة الرداء الأحمر. كمان عملتها حاملة سلة، وجوا السلة رسمتها حاملة جورنال وأزهار. في إيدها التانية رح أرسمها حاملة شمعة وبتضوي فيها الطريق. أعتقد هاي الرسمة خطرت لي لأني حاسة شوي بالضياع ومش عارفة شو الطريق اللي لازم أسلكه في الحياة، وكل طريق بسلكه بلاقي فيه مجموعة مشاكل بتخليني أتمنى لو إني سلكت طريق آخر. بس أعتقد إني لسه مش مستوعبة فكرة إنه ما في حياة مثالية، ووين ما أروح رح أواجه مشاكل وصعوبات. أضفت رسومات صغيرة باللون الذهبي وحسيتها خلت الرسمة كتير أحلى من قبل. عملت نجوم ولآلئ وفيريز أو جنيات. رجعت للصفحة اللي رسمت فيها الباب، ورح أستعمل المشرط وأقص حوالين الباب. وهنا بدلت الكرتون المكتوب عليها 2023، وهيك صار الشكل النهائي. لما تفتحوا الباب تقدروا تشوفوا شخصية هاموستا، وكتير كتير مبسوطة بالنتيجة والألوان. الصفحة اللي بعديها كمان رح أعمل فلوريشز على الزاوية،
وراح أرسمهم قدامكم عشان تتعلموا كيف ترسموهم. ابدوا دايما بالخط الكبير وضيفوا الخطوط الصغيرة بالآخر، وحاولوا تخلوا الزوايا متناظرين زي كأنهم قدام مراية، هيك بيطلع شكلهم أرتب وبيكون سهل عليكم تعملوا 4 زوايا. لهاي الصفحة جبت ظرف رسائل وراح أكتب رسالة لنفس المستقبلية. راح أزين الظرف بشوية ستيكرز جبتها من ستيشنري بال. راح أترك لكم روابط الأدوات اللي بستعملها في صندوق الوصف. بعد هيك راح ألزق الظرف على الدفتر. للصفحة اللي بعديها زينت الزوايا كمان بالفلوريشز. ولهاي الصفحة راح أحط أهدافي سنة 2023. حكيت عن أهدافي بالتفصيل في الفيديو الماضي وكيف حطيتها، كمان عملت فيديو عن مراجعة السنة الماضية، فإذا فاتوكم هدول الفيديوهات راح تلاقوا روابطهم في صندوق الوصف. مثل ما حكيت بالفيديو الماضي، هاي السنة حابة إني أقسم أهدافي لأهداف رئيسية وأهداف صغيرة، سميتهم Big Goals و Small Goals. وزينت الصفحة من تحت برسومات سحرية ورسومات المشروم، كمان رسمت ضفدع وعملت واقف تحت ورقة شجر. تحت قائمة البيج جولز أو الأهداف الكبيرة كتبت If done this year was a success، يعني إذا عملت الأهداف الكبيرة راح أعتبر هذا العام عام ناجح. أما إذا أنجزت الأهداف الصغيرة فهذا العام راح يكون outstanding، يعني رائع أو خارج التوقعات. بعد هيك راح أعمل صفحة الفيوتشر لوج. كتبت كلمة فيوتشر على صفحة وبعدين فشأت صفحة وكتبت كلمة لوج، لأني راح أجمع كل الأشهر مع بعض باستعمال داتش دور. قصيت الجزء العلوي من الصفحة وهيك صار عنا داتش دور بيوسع ل 12 شهر. في كل صفحة راح أحط 3 أشهر ولونتهم باللون الأحمر والأخضر. في الزاوية راح أرسم قطعة مشروم وراح أرسم ضفدع قاعد تحتيها. وعلى الجانب التاني من الداتش دور راح أرسم باب مثل اللي رسمناه في بداية الجورنال، بس هاي المرة راح يكون صغير. وهلأ راح أقص حواف الباب وراح يصير بيفتح على الرسمة اللي رسمناها قبل شوي. لونت حفة الداتش دور اللي عملته باللون الخمري من الجهتين. هذا الواشي تاب إجاني هدية من أحد المتابعات وراح أستعمله في تزيين العنوان. الصفحتين اللي بعد هيك راح يكونوا عن current me versus future me، وهنا بترسموا شخصيتكم هلأ وكيف بتحبوا تكون شخصيتكم في المستقبل. لما رجعت على أول جورنال عملته بحياتي كان في صفحات كتير مليانة بالاقتباسات، وبصراحة كانت تساعدني دايما إني أضلني متحفزة وإني أنجز أكتر، فحبيت إني أرجع صفحة الاقتباسات هاي السنة. في الزاوية اللي تحت رسمت شخصية هاموستا بشكل بسيط وعملتها لابسة الرداء الأحمر زي ما رسمتها قبل شوي. الصفحة اللي بعد هيك هي صفحة يوم الجمعة، وهاي الصفحة بنرجع لها كل يوم جمعة عشان نحدد إذا عملنا السنن أو لا. السنن بتشمل قراءة سورة الكهف والصلاة على الرسول 100 مرة والاستحمام. لهاي الصفحة عملت شكل حلزوني كتير كبيرة وعملت لها صدفة بشكل حلزوني. عملت بحث على جوجل وعرفت إنه هاي السنة مكونة من 52 جمعة، فراح أقسم الصدفة ل 52 خانة، كل خانة بتمثل أحد أيام الجمعة في السنة. لو ما حضرتوا الفيديو الماضي فيمكن ما بتعرفوا هذا الاشي، بس هاي السنة حابة إني أخطط كل سنة على دفتر واحد، يعني ما رح يكون في دفترين للتخطيط، فعشان هيك حطيت كل الجمعات الموجودة في السنة على نفس التراكر. بعدين لونت الحلزونة نفسها وعملتها بتحكي See you on Friday، يعني بشوفكم يوم الجمعة. ورح أخذ تواريخ أيام الجمعة لهاي السنة من الكالندر، ورح أعبي جوا كل صندوق تاريخ كل جمعة. في
السنوات الماضية كنت أخلي الخانات فاضية على أساس إننا نمشي بالترتيب، ولكن كتير منكم صار يلخبط، فقررت إني أصير أعبيهم بالتواريخ. الصفحة اللي بعدها هي صفحة الأفكار. للأسف طفت تليفوني وأنا عم بصور، فما عندي لقطة وأنا بعملها، بس رسمت ضفادع كتير تحت ورسمت حواليهم أزهار ومشروم، وطبعا عملت خدود للضفادع وطلع شكلهم كتير كتير حلو. الصفحة اللي بعدها هي صفحة مراجعة الشهر، وبهاي الصفحة بحط مجموعة أسئلة أسألها لنفسي في نهاية كل شهر عشان أحدد إذا أنجزت أهدافي أو لا. هاي المرة كتبت كتير أسئلة، وكل شهر رح أجاوب عليهم، أو ممكن إني أختصر سؤال أو 2. رح أقرأ لكم الأسئلة عشان تاخدوا منها إلهام أو تستعملوها زي ما هي. السؤال الأول: أوصف الشهر الماضي بكلمة واحدة. أهدافي والعادات اللي كنت بدي ألتزم فيها في الشهر الماضي هي. هون بتعدد أهدافك وعاداتك، وبتحط صح جنب الأشياء اللي التزمت فيها وخطأ جنب الأشياء اللي ما التزمت فيها. شو عملت هذا الشهر عشان أحقق أهدافي الرئيسية لهذا العام؟ عدد جميع إخفاقاتك لهذا الشهر. عدد جميع الأشياء اللي نجحت فيها هذا الشهر. الدرس الرئيسي اللي تعلمته هذا الشهر. أكتر إشي فخورة في إنجازه هذا الشهر، وتقييم هذا الشهر من 10. آخر سؤال هو: كيف ممكن أتحسن للشهر الجاي؟ على الوجه الثاني في أسئلة للتحضير للشهر الجديد. الشهر القادم سيكون. هون بتضيفوا كلمة من اختياركم، مثلا إنتاجي أو راحة أو استمتاع. أهدافي وعاداتي للشهر الجاي، وشو رح أسوي الشهر الجاي عشان أضلني مركزة على أهدافي الرئيسية لهاي السنة. بحب أعمل هاي الصفحة على شكل بطاقة بقدر أحطها وأشيلها مثل ما بدي، عشان لما أجي أراجع الشهر أقدر أخذ هاي البطاقة وأحطها جنبي وأجاوب على الأسئلة على دفتري، بدل ما أضلني أروح وأرجع لهاي الصفحة وأنا أدور على الأسئلة. عملت جيبة لبطاقة الأسئلة وثبتتها بمحلها، وجنبيها في فراغ فرسمت شخصية حموتة كمان مرة وبنفس الملابس. اختصرت عملية الرسم هون عشان صرنا كتير متعودين على هاي الرسمة. الصفحة اللي قبل الأخيرة لهذا التخطيط السنوي هي صفحة want to، وفيها بحط الأشياء اللي بدي أجربها أو أشتريها أو أقرأها. هاي الصفحة رح أقسمها ل4 صناديق، وكل واحدة رح تكون لنشاط مختلف، ورسمت رسمة صغيرة مختلفة لكل صندوق. بعد هيك لونت الصناديق بالألوان اللي استعملناهم لتخطيط هذا الثيم. الصندوق الأول رح يكون لأشياء بدي أشتريها، والتاني لأشياء بدي أقرأها، والثالث لأشياء بدي أحضرها مثلا فيلم أو مسلسل، والأخير لأشياء بدي أجربها. الصفحة الأخيرة بتخص حساباتي في السوشيال ميديا، ولو مش متابعيني على الانستغرام روحوا تابعوني، أو على تيك توك أو على الفيسبوك. هون رح أحط كل السوشيال ميديا تاعتي وأراقب تغيرها ونموها خلال السنة. السنة الماضية كنت أتابع كل شهر، بس هاي السنة ما رح أحط تاريخ معين للمتابعة. أي يوم بتذكر فيه أراقب السوشيال ميديا تاعتي بكتب التاريخ وبكتب عدد المتابعين في كل موقع. وهذا كان تخطيطي لسنة 2023. رح تلاحظوا إني أضفت وشي تاب عليه لأني نسيت أحطه وأنا عم بخطط. متحمسة لهاي السنة لأنه هاي المرة عندي أهداف واضحة للأشياء اللي بدي أعملها، وحاسة إنها رح تكون بداية لأشياء كتير حلوة. صفحاتي للجورنال هاي السنة أبسط بكتير من صفحات السنوات الماضية بسبب تغير حياتي وروتيني. لو عجبكم هذا النوع من التخطيط ادعموا الفيديو بلايك وشاركوا مع الأشخاص اللي بيحبوا التخطيط والرسم. بستنى أشوف تطبيقاتكم الخاصة. زي دايما لا تنسوا تبعتوا لي إياها على الانستغرام أو على الفيسبوك، أو تعملوا لي تاج أو منشن. إن شاء الله هاي السنة تكون حلوة علينا كلنا ونحقق فيها كل أهدافنا. شكرا للمتابعة، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي.